منظر. بس نفس الوقت قلت لازم طبعا تشاركوا معانا، بس نفس الوقت كان شكلهم حلو وهم صاحيين. طبعا الواحد لو يعرف ما يجيبش غير السمك اللي هو ده البلدي الطازة. الصراحة ما شاء الله عليه، وكان طعمه جميل جدا جدا، وكان نظيف، وزي ما انتم شايفين هو صاحي. بصوا بيلعب كده في المية. وادي بعد كده خلاص نضفته وقطعته وكل حاجة. ادي طبعا عملت التجلية. طبعا دي البصلة. وادي كده طبعا بنقلب البصلة في الصينية بتاعتنا وهو كده. وانا عاملة التومة حاطة طبعا جرنان فلفل حمر والتوم وكده، وكان معاهم شوية امشاط. وده هو لسه صاحي طبعا زي ما هما السمك الجراميط طبعا، ومعاهم شوية امشاط. وبنفسه هو لسه صاحي. انا طبعا خايفة اجي عنده احسن يبهدل لي الدنيا خالص على البوتاجاز، عشان انا كنت بصور وانا ماسكة الموبايل. كنت بعمل بايدي يعني، واصور لكم بايده كده زي ما انتم شايفين. وهو ده الحجم طبعا بتاعنا. وادي كده طبعا اهل الجراميط لسه طبعا هنضفها معاكم، وهوريكم طبعا طريقة التنظيف. وهم طبعا الحجم ده ما شاء الله. طبعا عملوا لنا صينيتين حلوين كبار. بس انا الصراحة المشاط دي انا ما عملتهاش، لجحتها صغيرة خالص نيجي على النظافة بتاعتها. طبعا احنا واخدينها معاهم وكده يعني. ودي طبعا الصلصة، ودي التومة. وادي كده خلاص بفضل اقلب في البصلة بتاعتنا. طبعا التوم انا حاطة فيه كمون وكزبرة وملح وجرنين فلفل حمر زي ما انتم شايفينه كده، عشان بس يدي طعم حلو وشكله حلو خالص. وادي كده اديني طبعا بقلب البصلة عشان ما تتحركش مني وكده. بعد كده هبتدي احط التومة. ادي كده بحط التومة حبة حبة، طبعا مش هيتحط كله مرة واحدة. وهبتدي اقلب. وبعد كده طبعا انا مجهزة الخلاط بتاع الشفشف في صلصة. انا عملت اتنين، عملت شفشفين طبعا، ما عملت الشفشف واحد. وادي بنقلب طبعا بنفس الشكل ده، اهم حاجة عشان البصلة ما تتحرقش. وانا طبعا مش عاوزاها تحمر قوي، عشان البصلة لما تحمر قوي بتتعب معدتنا وكده. لا لازم تبقى ايه كده كده، بس تديك ريحة التومة اللي انت حطيتيها. والصراحة كانت ريحة الصلصة كانت قلبة الدنيا في الشقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت كل اللي معانا يصلي على النبي، وجمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم. وأتمنى طبعا اللي أول مرة يشوف القناة طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وإيدي كده أنا هبتدي أقطعهم. أنا خلاص كده أدينا هطش الطماطم. خلاص كده انا مش هخليها اكتر من كده، طبعا بتتعب المعدة. هي كده خلاص حلوة، اللون حلو. وادي كده طبعا وهبتدي اقلبها وهغطيها. بس انا هعمل شفشفتين الصراحة وهحطه وهغطيها وهسيبها بعد ما اعمل الشفشف التاني الخلاط الصلصة. ونصلي على حبيبك، نصلي على الحبيب يلا عشان قلبك يزيد، عليه افضل الصلاة والسلام. بص الطماطم حمرا ازاي ما شاء الله. وادي كده طبعا خلاص اديني كده خلصنا من الصلصة، جينا للجراميط بتاعتنا. اديني قطعتها وما خلتش فيها حاجة خالص. وده حطيت حبة ملح وحبة دقيق.
ادي ده ملح، كله ده ملح، ده اللي انتوا شايفينه. امال ده كله ده تجيجه ملح يعني. وهبتدي اخلط كله مع بعض كده، وهسيبها قد نص ساعة، ربع ساعة، ساعة الا ربع، على قد ما تسابوا كده. وبعد كده هنبتدي نغسل. طبعا بعد ما هنسيبه قد نص ساعة، ساعة الا ربع كده، هسيبه كتير خالص فعلا عشان كل اللي فيه ينزل، رغم ما اللي هو بلدي بس برضو بينزل. وغير كده طعمه لازم يبقى حلو خالص وجميل. انا طبعا بوريلكم، انا لسه ما غسلتوش، لسه ما حشتش منه الحاجات دي خالص. بس هو بص شكله نظيف خالص، غير هو كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص طبعا اللون بيجي ايه، شفتوا بقى. ولسه هغسل مرة واتنين وتلاتة واربعة طبعا، مش مرة واحدة. بس ما فيه الزبط زي المزارع اللي بيجيبوه، بيبقى فيه زبط وكده. ده طبعا مش بيبقى فيه اي زبط خالص. ودي البطارخ بتاعتها. بص ما شاء الله، دي من واحدة بس، ودول من واحدة. بصوا حجم البطارخ قد ايه. انا طبعا مخليه لهم تومة. بصوا ما شاء الله، الصراحة مالولنا طبق كبير خالص البطارخ دي. وادي الجراميط اهي معانا نطفت. وبص بيجي لونها جميل ازاي، وبقت بيضة وحلوة وما فيهاش اي حاجة خالص، وجميلة. طبعا السمك بتاع بحنا وبس. وادي ايوه طبعا انا بغسله كده واحطه في المصفى، اسيبه عشان يتصفى خالص. بعد ما حطيت الملح والدقيق وسبته كتير خالص عقبال التقليه ما اتسبكت وخلصت خالص. بعد كده نادينا حاطه في الطاسه زيت، وهبتدي اقلي. طبعا انا اهم حاجه في الزيت تحط الفص التوم ده. فص التوم ده مش بيخلي ريحه الشقه زفاره نهائي نهائي خالص، والله العظيم ما بيبقى ريحة الشقة زفارة خالص. طبعا وادي باقي التوم، انا كنت مخليه شوية للرز. هنعمل طبعا طاجن الرز، وهنعمل البطارخ واهو كده. وهسيبها طبعا، وهنحط عليها حبة ملح وكمون وكزبرة، وهنسيبه. انا بقى ما قلت لكمش اللي انا ليه حطيته في المصفى، عشان يصفي المية، عشان ما يشربش زيت معانا. انا لازم طبعا اقلي السمك في الزيت الاول قبل ما احط في الدمعة، عشان بيبقى طعمه حلو خالص، ومش بيبقى طعمه مزفر ولا اي حاجه خالص. فالطريقه دي حلوه خالص، ويا ريت كل يجربها. طبعا ما فيش حد يحط خالص الجراميط نهائي من غير يعني لازم تتجلي، لازم تتجلي. الصراحه انا الطريقه دي ما كناش بنعملها عند بيت ابويا، الطريقه دي اتعلمتها هنا عند بيت جوزي. فما شاء الله يعني حماتي هي اللي علمتها لي كده. الصراحه احنا كنا بنغسل الجراميط غسيل حلو ونظيف وعميق جدا، اكتر من كده كمان. وكنا بنغسله وبنحط يعني بنغسله وبنحطه ني كده في الطماطم. كنا نخدع الصلصة حلو وكده، وكنا نسيبها يعني. وادي كده اديني بقلب. طبعا الطريقة دي طبعا علمتها لي حماتي، وربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها. وادي كده طبعا خلصنا الاكل. ادي الرز، وادي الطاجن السمك معانا. طبعا هو في طاجن تاني كبير بس لسه كان في الفرن، لسه ما طابش الصراحة، لسه ما شربش خلاص. طلع ابو العيال طبعا عاوزين نتغدى، فطبعا قدمت لكم دي. وادي كده هحش لكم حبة رز عشان تشوفوا الرز حلو خالص ومفلفل ولا لازج ولا اي حاجة. بصوا جميل ازاي. وادي طبعا معانا تاني مرة، ادي معانا الرز، وادي معانا السمك بتاعنا الجراميط. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا والبطارخ بصوا ما شاء الله جميلة خالص وبيضة وزي الفل، وكان طعمها الصراحة جميل جدا جدا. وجمعة مباركة عليكم يا رب. ودي طبعا كان البطارخ. بصوا ما شاء الله، هفتحها طبعا وهوريها لكم. بس شكلها حلو خالص من جوه وطيبة. واهم حاجة تسيبيها في التتبيلة عشان تشرب التتبيلة بتاعتك، عشان البطارخ بتاعتك متبقاش ناشفة وكده. بصوا شايفين بقى السمك، انا ديني وريتهولكم من جوه ابيض ازاي وزي الفل، جميل خالص. وادي الرز طبعا
وادي الرز اهو اللي في الطاجن، ودي طبعا كانت الاكله بتاعتنا. اتمنى اللي اول مره يشوف القناه ما ينسونيش باللايك والاشتراك.